نهلة، جليل عرفت أنا بشتغل معاكي. أحمد وهبة كان بيسجل لي هو في المكتب عندي. يا نهار اسود، انت ازاي تعمل فينا كده؟ انا قلت لو هو قال لها هننكر وخلاص. فاجئني، ما توقعتهاش منه. غلطتك من الاول، ازاي تخليه هو وجليلة يمسكوا علينا تسجيل؟ دي غلطة كبيرة قوي يا راجي. سيبها لي أنا بقى. على فكرة أنا مش متضايق، بالعكس أنا مبسوط جدا. أنا ما كنتش مرتاح الفترة اللي فاتت. يعني إيه أبقى بعيد عنك؟ أنا لازم أبقى قريب منك، وكمان أبقى عدوك. ثانية واحدة بس، التسجيل ده فيه ايه بالظبط؟ انا اسمي طالع فيه؟ في إن أنا وأنت شغالين مع بعض. دي كارثة. انا هنكر عشان تبقى عارف، انا مش هشيل معاك الغلطة دي. أنا وأنت هننكر، مش أنت بس. طب واحنا هنعمل ايه دلوقتي؟ اصل هي مش هتفوت فرصة زي دي. هنقول AI ونشكك في مصداقيته ونقلبه عليها. بس انت عارفه يا نهله، اكتر حاجه كانت معصباني الفتره اللي فاتت هو انت. طبعا انا مش ممكن استحمل اي حاجه في الدنيا تاذيكي. انا قلت لك حاجه قبل كده بس واضح انك ما اهتمتيش بيها. انا بكررها تاني بشكل مباشر وصريح. نهله، انا بحبك وعايز اتجوزك. انت شايف ان ده وقته؟ ده وقته. المفروض ده اكتر وقت اكون فيه جنبك ضد مؤامرات جليله. طول ما انا جنبك، جليله ولا اي حد غيرها هيقدر يقرب منك. ده غير بقى المكانه اللي هحطك فيها كنجمه كبيره. خلينا نتكلم في الموضوع ده بعدين، اما نشوف الاول جليلة هتعمل ايه بالتسجيل ده. انا عرضت عليك الجواز ومستني ردك.